في ملخص النهاردة هنشوف إيفي مذيعة بودكاست متخصص في الظواهر الخارقة والمس الشيطاني، بتحاول تلاقي تفسير علمي للظواهر دي عشان هي مش مؤمنة بيها، بس اللي هيحصل لها أثناء البودكاست هيخليها تغير رأيها بالكامل. من غير رغي كتير يلا بينا نبدأ على طول. وبيبدأ فيلمنا ببنت اسمها إيفي، بنت حياتها محصورة بين جدران بيتها لأنها بتراعي أمها المريضة اللي حالتها صعبة ومحتاجة اهتمام طول الوقت. إيفي بتشوف احتياجات أمها وبتهديها وبتغني لها أغنية اسمها الخروف الأسود. الأغنية دي أمها كانت بتغنيها لها وهي طفلة. بعد ما إيفي بتخلص احتياجات أمها بتنزل للطابق الأرضي عشان تشوف شغلها، لأنها بتقدم بودكاست ناجح جدا متخصص في الظواهر الغامضة والحاجات اللي ملهاش تفسير، وهي بتحاول تلاقي تفسير علمي للي بيحصل. ولما الساعة بتبقى 3 إلا 10 صباحا بتبدأ بودكاست وبتتصل بصديقها القديم جاستن لأنه برضه بيشاركها في تقديم نفس البرنامج. لما بيكلمها بيسألها عن صحة أمها، وإيفي كانت زعلانة وبتقوله زي ما هي وبقالها يومين ما كلتش وهي نفسها كل ده يخلص عشان تقدر تخرج من المنزل. بعدين بيسألها عن حبيبها دارين وهي بتقوله إنه مش بيساعدها تطلع من حياتها الحزينة ومش بيهتم بيها. بعدين إيفي بتقوله إن القصص اللي بقت تجيلهم قصص مجنونة وإنها مش بتصدق الأشياء الخارقة للطبيعة، بس جاستن ليه رأي تاني لأنه مؤمن بالحاجات دي وبيطلب منها تستنى شوية عشان هيوريها حاجة مخيفة. وبيبدأوا بودكاست وجاستن بيقدم للمستمعين ملخص الحلقة السابقة لما كانوا بيتكلموا عن فيديو انتشر عنه كلام سيء بيقول إن في 92 شخص بعد ما شافوه خلصوا على نفسهم. وبيبعت لها الفيديو ده وإيفي بتشغله وبيكون في ست شكلها مبتسم وبعد شوية وشها بيتشوه، وإيفي بتقوله إن كل ده كلام مش حقيقي. وجاستن بيقول لها إنه جاله رسالة بريد من مصدر مجهول، والرسالة كان فيها 10 ملفات صوتية وحروف عشوائية، وبيبعت الرسالة لإيفي وإيفي بتجمع الحروف العشوائية وبتكون جملة بتقول إن التكفير عن الذنب مبدأ. وبتقول لجاستن إن كل ده ممكن يكون مقلب وطفل هو اللي عمل فيك كده، وجاستن بيقول لها هو برضو كان فاكر كده، بس لما فتح تسجيل الملفات الصوتية اللي اتبعتت مع الرسالة سمع جزء منها، والتسجيل كان لزوجين والزوجة اسمها جيسيكا بس معرفش اسم الزوج. وبيبدأوا هما الاتنين يشغلوا الملف ده وبيكون أول ملف، وأول ما بيشغلوه بيسمعوا أصوات غريبة، وبعدين جوز جيسيكا بيتكلم وبيقول لها إنها بتتكلم وهي نايمة وهي مش بتصدقه، وعشان يثبت كلامه بيسجل لها وهي نايمة. بعدين بيسمعوا تشويش وصوت غريب والتسجيل بيخلص وبيشغلوا الملف التاني اللي جيسيكا فيه بتصدق جوزها بعد ما سجل صوتها وهي بتتكلم لما كانت نايمة. وبعد شوية بيلاقي جيسيكا بتمشي وهي نايمة وهو بيقوم من السرير عشان يطمن عليها، وفي نفس اللحظة دي بره التسجيل إيفي بتسمع صوت غريب في منزلها، مش بتهتم وبترجع تسمع التسجيل تاني، وجوه التسجيل زوج جيسيكا بيقول لها بتعملي ايه لأنها كانت بتشغل أغنية، وساعتها التسجيل التاني بيخلص. بعدين جاستن بيسأل إيفي عن الأغنية اللي سمعوها دلوقتي وهي بتقوله الأغنية دي اسمها جسر لندن وكانت بتتغنى مع كوسة، وبيرجع يشغل الأغنية اللي في التسجيل الصوتي التاني عشان هو سمع حاجة وعايز يتأكد منها، وبيقول لإيفي إنه سمع حد بيقول إن القتل حر وبيؤمر شخص اسمه مايك يقتل الكل. إيفي بتسخر من كلامه فبيرجع يشغل لها الأغنية تاني عشان تتأكد، وفي اللحظة دي بيحصل تشويش وأصوات عالية في سماعات إيفي. بعدين بتقول لجاستن إنها ما سمعتش الجملة اللي هو سمعها وهو بيصمم على كلامه، وبيبحث على الإنترنت عن أغنية جسر لندن وبيعرف إن في ملكة كانت بتحكم إنجلترا في العصور الوسطى وأمرت ببناء جسر لندن وكان عندها 9 أطفال كلهم ماتوا، وبعدين اعتقدت إن الجسر اللي بيتم بناؤه لازم تقدم فيه تضحية، عشان كده أمرت البنائين يدفنوا الأطفال اليتامى وهم أحياء جوه أساس الجسر. لما إيفي بتسمع كده بتقول لجاستن إزاي تصدق الكلام ده وإزاي أغنية أطفال قديمة يتم تحريفها لحاجة مرعبة زي كده. بعدين بتقول لجاستن ابحث بقى عن أغنية الخروف الأسود لأن أمها كانت بتحب تغنيها لها كتير وهي طفلة. جاستن بيبحث وبيقول لها إن في معنى خفي للأغنية وبيشغل لها الأغنية معكوس وبيسألها فهمت الرسالة الخفية من الأغنية وهي بتقول له لأ. بيقرأ لها مقال على النت عن الأغنية دي، المقال بيقول إن في مزارع أغنام اتحولت أغنامه كلها للون الأسود فجأة، وعشان ما كانش ساعتها في صبغة يصبغ بيها صوف الأغنام اللي كله بقى أسود
المزارع معرفش يبيع الصوف خلال فصل الشتاء، عشان كده أفلس وبعدين مات هو وعيلته من الجوع، وأهل القرية بعد كده عثروا على الجثث والأغنام كانت بتتغدى عليهم. لما إيفي بتسمع الكلام ده بتعارضه بشدة، وجاستن بيبدأ يشغل الملف الصوتي التالت. في بداية التسجيل بيسمعوا الزوج بيشخر وهو نايم، بعدين بيسمعوا جيسيكا بتقول مايك سامع اللي أنا سامعه، وكده بنعرف إن الزوج اسمه مايك. بعدين بره التسجيل في الواقع إيفي بتسمع صوت مية وبتحس إن في حاجة غريبة في بيتها، مش بتهتم، فبترجع تسمع التسجيل الصوتي تاني. وفي مايك بيسأل جيسيكا لو كانت سايبة حنفية المية مفتوحة، وكأن اللي في التسجيل بيحصل لإيفي في الحقيقة، وإيفي بتحس إن في حاجة غريبة بتحصل حواليها، برضه مش بتهتم وبترجع لشغلها. وجاستن بيفكرها إنه سمع في أول ملف صوتي حد بيقول مايك اقتل الجميع، وبيقول لها إن جوز جيسيكا اسمه مايك، وإيفي بتطلب منه ياخد استراحة عشان هي تعبت، وبتقفل البودكاست وبتلاحظ إن النور في غرفة أمها بيقفل ويفتح. بتطلع تطمن على أمها وبتلاقي النور مفتوح مع ان امها مش بتقدر تتحرك. وبعدين ايفي الحنونة البره بامها بتبوسها وبتقول لها تصبحي على خير. وتاني يوم ايفي بتصحى وبتلاقي نفسها تعبانة وعمالة ترجع، فبتكلم الدكتور عشان تتأكد من نتيجة اختبار حملها. في نفس اليوم بتوصل ممرضة امها وبتقول ان امها رافضة الاكل، وده معناه ان موتها قرب. بعدين بيجيلها مكالمة من صديقها دارين بيقول لها تروح منزله عشان يحتفلوا، وبيقول لها لازم تخرج عشان هي بقالها كتير ما خرجتش من البيت، وبيقنعها ان امها كده كده نايمة مش بتتحرك. ايفي بتقتنع بكلامه وبتسيب امها لوحدها وبتخرج، وبترجع تاني يوم وبتلاقيها واقعة من على السرير، بتشيلها وبترجعها مكانها. وبعدين بتلاحظ تمثال العذراء جنب سريرها، بتحطه في الدرج وبتكتشف جوه الدرج رسمة غريبة. الرسمة دي كان فيها ست مخيفة شايلة طفل بينزف، بتخاف وبتقفل الدرج بسرعة. بعدين بتلاحظ ان الساعة 3 إلا 4 دقايق، فبتشغل اغنية الخروف الاسود على لابتوبها وبتسمعها معكوسة يمكن تلاقي فيها رسالة مخفية. بعدين بتسمع حد بيقول بص وكل الدم. بتخاف جدا بس بترجع تعيد الأغنية، وتليفونها بيرن فجأة وبتتخض، وبيكون طبيبها وبيقول لها إنها حامل. وتاني يوم الصبح وهي بتغسل المواعين بتسمع أصوات خبط جاية من الدور التاني، وكمان صوت مية جارية. بتطلع تشوف وبتلاقي الحنفية في حمام أمها مفتوحة. إيفي بتحتار لأن أمها نايمة نوم عميق وكمان مش بتقدر تتحرك لوحدها، وبتلاقي تمثال العذراء اللي حطاه في الدرج موجود على الكومودينو. بتخاف وبتحطه في الدولاب، وبنشوف حد بيظهر في المراية وإيفي مش بتلاحظه. وفي نفس اليوم بالليل قبل ما يبدأوا بودكاست بتكلم جاستن وهو بيفكرها إنهم سمعوا في التسجيل الصوتي في الحلقة السابقة صوت مية جارية، وهي بتخاف لأن كل اللي بيحصل في التسجيل بيحصل لها. بعدين بيبدأوا يشغلوا ويسمعوا الملف الصوتي الرابع، وبيسمعوا صوت صرير معدن وهمس طفل بطريقة مخيفة، وحد بيقول اسمع كويس. ومايك بيسأل جيسيكا بتعملي ايه، وصوت صرير المعدن بيستمر، وبيسمعوا تاني صوت الطفل. وبعدين مايك بيقول رجع الحاجة دي لغرفة الطفل، وبيوضح ان جيسيكا كانت بتلعب بدمية مخيفة وعايزاها تنام جنبها. وبعد ما بيوقفوا التسجيل شوية ايفي بتقول ازاي مايك كان بيقول راجع الحاجة دي لغرفة الطفل مع انهم ما عندهمش اطفال. وجاستن بيقول لها ممكن يكونوا منتظرين مولود جديد. بعدين بيرجعوا يشغلوا التسجيل وبيسمعوا صوت خبط عالي، وجيسيكا بتصحي مايك وبتسأله سامع اللي أنا سامعاه، وصوت الخبط بيعلى وبعدين التسجيل بيقف فجأة. وبعدين إيفي بتحاول تلاقي تفسير منطقي للي سمعوه في التسجيل، وبتقول إن صوت المية الجارية ممكن يكون حنفية بايظة، وصوت الخبط ممكن يكون حد بيصلحها. وبيرجعوا يشغلوا التسجيل تاني، والمرة دي بيسمعوا صوت همس خافت ومش بيعرفوا يفكوا رموز الكلمات. بعد شوية بيشغلوا الملف الصوتي الخامس وبرضه بيبدأ بنفس صوت الخبط اللي في التسجيل الرابع. وبعدين جيسيكا بتبدأ تتمتم بكلام غريب وبتكرر نفس الجملة اللي بتقولها، ومايك بيحاول يوقفها لأنه خايف. وفي نفس الوقت بره التسجيل إيفي بتحس بوجود حد حواليها، وبنرجع تاني جوه التسجيل ومايك بيقدر يهدي زوجته جيسيكا وبترجع لطبيعتها. إيفي بتحس بالتعب وبتقول لجاستن يكملوا بكرة. وبعد ما بتقفل بتسمع في بيتها صوت شرارة كهربية جاي من الدور التاني. لما بتروح تشوف بتلاقي النور في غرفة أمها بيقفل ويفتح، وبتلاقي الأباجورة معطلة بيظهر وراها كائن غامض. ولما النور بيستقر
الكيان بيختفي. وتاني يوم إيفي بتقعد قدام لابتوبها وبتشغل الملف الصوتي الرابع عشان تفك شفرة الهمس الخافت اللي طالع منه. بتفضل تكرر الصوت لغاية ما بتفهمه، وبعدين بتشغله معكوس وبتسمع كلمة أبازو أو أبيسو، وبتفضل تكررها حتى إنها بتقولها مع الصوت اللي في التسجيل من غير ما تحس. في نفس اللحظة في حاجة احنا مش شايفينها بتنزل للدور الأرضي، والنور بيبدأ يرمش، وإيفي بتسمع صوت خافت مخيف، وبتلاقي أمها واقفة في الضلمة وبتطلع صوت غريب وصوتها بيعلى فجأة. وإيفي بتصحى من النوم لأنها بتحلم، وبتلاحظ إن الساعة 3 صباحا. بعدين بنشوفها بتعيد التسجيل الخامس وبتسمعه مع جاستن، وهما الاتنين بيسمعوا جيسيكا بتردد نفس كلمة أبيزو بصوت مخيف، وهي وجاستن بيحاولوا يفكوا شفرة الكلام ويعرفوا الرسالة المخفية اللي فيه. وجاستن بيبحث على الإنترنت وبيعرف إن أبيزو شيطان أسطوري في الفلكلور الشرقي الأوسطي والأوروبي، والأسطورة بتقول إن أبيزو كانت ست عقيمة وكانت بتحسد الستات اللي بيخلفوا، عشان كده كانت بتدخل منازلهم وتخلص على عيالهم اللي لسه مولودين عن طريق خنقهم. والملك سليمان أمر بالقبض عليها وشنقها قدام هيكل القدس، ومع إنها ماتت بس حسدها استمر وحولها لشيطانة بتسبب الإجهاض. وفي ناس بتقول إن أبيزو كان معاها تمثال لقديسة اسمها ريتا، وإن في ست كانت بتهبط التمثال ده وخلصت على جوزها الخاين وطفلها الرضيع، وحطت جمجمة الطفل مع صليب مقلوب في ايد التمثال، والتمثال ده لسه موجود لغاية دلوقتي في مدينة. وبعدين بتقول لجاستن كفاية بقى المعلومات دي، وبيشغلوا التسجيل السادس وبيسمعوا مايك بيقول لجيسيكا انها كانت بتصرخ وهي نايمة وبتقول كلام فارغ بس هو سجله، وجيسيكا بتقول له يسمعها، وساعتها التسجيل السادس بيخلص. وجاستن بيقول لإيفي ان جيسيكا ممكن تكون مسكونة، وإيفي بتسخر من كلامه وبتقول له كل ده كلام فارغ ومفيش حاجة اسمها مس شيطاني، بس في حاجة اسمها مرض عقلي. وجيسيكا ما تعرفش ان المرض العقلي بيجي من المس الشيطاني اللي بيصيب الإنسان بسبب الحزن الشديد أو الفرح الشديد أو صدمات الطفولة. بعدين بيشغلوا التسجيل أو الملف السابع وبيسمعوا جيسيكا ومايك بيقولوا لبعض أحلام سعيدة، وبعد شوية بعد ما بيناموا بيسمعوا صوت أنين طفل صغير بينده على مايك باسم جيس، ومايك كان نازل على السلم وهو بيعيط ومرعوب، وجيسيكا بتقول إن في طفل في الحوض بس مايك بيقول لها إنه مش شايف أي طفل. بعدها التسجيل بيخلص وإيفي بتبدأ تخاف من التسجيلات بس بتحاول تلاقي تفسير منطقي، وبتقول ان الطفل اللي بيعيط ممكن يكون ابن الجيران. وجاستن بيقول لها انه بيحاول يعرف مين اللي بعت رسالة البريد الالكتروني، وبيلاقي عنوان البريد كلمة مكتوبة بالعكس وغالبا بتكون كلمة ابيزو. وايفي بتقول له يلا نسمع باقي التسجيلات، وبيشغلوا التسجيل التاني وبيسمعوا جيسيكا بتصحي مايك وهي صوتها غليظ وبيكون في صوت خبط عالي، ومايك بيطلب منها تفضل في مكانها وهو هيروح يشوف في ايه، وجيسيكا بتكون خايفة ومايك كان بيتنفس بصعوبة. وبعدين أغنية الخروف الأسود بتشتغل بشكل متكرر والصوت بيتحول لصوت نقر وبعدين لصوت طفل، وجيسيكا بتنهار ومايك بيحاول يهديها وهي بتفضل تعيط وبتقوله انها شافت ست مخيفة. وفي الواقع بره التسجيل جاستن بيقول لها ان في طبيب نفسي عمل دراسة على مريضتين مهووسين بجملة على طول بيقولوها بتقول تعالى يا أبيزو، وان في واحدة منهم فضلت تبعت رسالة وحروف عشوائية وتكرر الجملة دي قبل ما بنتها اللي عندها 9 شهور تغرق في حوض المطبخ. والمريضة التانية كانت نحاتة بتعمل تماثيل خزفية وصنعت مئات التماثيل الصغيرة لأطفال ميتين وقدمتها هدايا للبنات الشابة قبل ما تخلص على نفسها في المستشفى وهي حامل في الشهر الخامس. وبعد ما جاستن قرأ الكلام ده خاف وقال يوقفوا استماعهم للتسجيلات دي ويلغوا حلقة الأسبوع عشان حاسس إن الموضوع خطير، بس إيفي بتقوله بالعكس دي حلقة بودكاست ممتازة والناس هتحبها وهتنتشر، وبتقترح عليه يخلوها حلقة من جزئين، وجاستن بيوافق وبيخلصوا أول جزء. وبعدين إيفي بتحس بصداع شديد وبتروح تطمن على أمها وبتقول لأمها إنها هتبقى جدة وهي عايزة تسمي بنتها ماري. وفي اللحظة دي نور الحمام بينور وبتروح تشوف في ايه، وكانت مرعوبة وأمها بتبدأ تقعد ببطء على السرير. ايفي بتقفل باب الحمام ولما بتبص على أمها بتكون نايمة نوم عميق. بعدين بترجع لغرفتها عشان تنام
وبتسمع حاجة تخليها تنام بهدوء. في البداية الصوت كان شغال عادي، بس بعد كده بيبقى مخيف ومزعج، وإيفي بتبدأ تشوف حاجات مرعبة وبتشوف نفسها بتصرخ، وبعدين بتشوف أمها كمان بتصرخ بصوت مرعب، وفجأة بتصحى وبتلاقي الصوت اللي بتسمعه شغال بشكل طبيعي، وبتسمع صوت أمها بتدعي بصوت خافت. لما بتروح بتلاقيها ساكتة وطبعا مش بتتحرك. بتطفي النور وبتخرج. بعدها بنسمع صوت خشخشة الموت في نفس أمها، لأن أمها كانت بتطلع في الروح، وإيفي كانت مش مدركة للصوت ده. وبعدين بتنزل تسجل باقي البودكاست وهي بتكتب على الورقة بقلم ملون، وجاستن بيشغل التسجيل التاسع، وفي جيسيكا بتقول إنها مش بخير، والليلة اللي فاتت لما صحيت ما كانتش قادرة تتحرك، وإن مايك ما كانش جنبها وكان في حد بداله شكله ظل أسود. ولما بدأت تصلي على العذراء الظل بقى يصلي زيها ويردد كلامها. بعدين جيسيكا بتفضل تضحك وبعدها الصوت بيختفي. في اللحظة دي بتيجي مكالمة لجاستن، والمتصل بيقوله إن مايك وجيسيكا كانوا جيرانهم وهم ماتوا ولقوا جثثهم تحت السلم، وراسهم كانت متغطية بأكياس بلاستيك، وحيطان بيتهم كانت متغطية برسومات غريبة للأطفال. بعدين صوت المتصل بيشوش وبعدين المكالمة بتقفل، وبتيجي مكالمة تانية لمتصل تاني. بعد ما المكالمات بتخلص إيفي بتضحك وبتقول إن المتصلين بيألفوا عشان يتصلوا ويسمعوا صوتهم في البودكاست. ودلوقتي جاستن خايف جدا يشغل التسجيل العاشر، بس إيفي بتصمم وبتقنعه، ولما بيشغلوه بيسمعوا مايك بيقول إن جيسيكا عندها حمى شديدة، وفجأة صوت عالي بيحصل وجيسيكا بتجري ومايك بيجري وراها. في نفس الوقت بره التسجيل إيفي بتحس بشعور غريب في منزلها، أما في التسجيل جيسيكا بتقول كل الدم. بعدين التسجيل بيقف وإيفي بتتضايق وبتقول لجاستن المفروض يكون في باقي. وفي اللحظة دي الساعة بقت 3 صباحا، وبنلاحظ ان كل الحاجات الغريبة اللي بتحصل الساعة 3 صباحا، وإيفي بتقوله نوقف التسجيل ويكملوا بكرة. بس فجأة بيسمعوا من التسجيل تشويش وأغنية بتشتغل معكوسة، وإيفي بتخاف جدا. وجوه التسجيل مايك بينده على جيسيكا وبيدور عليها، وصوت الخبط على الحيطان بيعلى، وفجأة جيسيكا بتصرخ وأغنية الخروف الأسود بتشتغل. في اللحظة دي اللمبة بتفرقع، وجوه التسجيل جيسيكا بتقول إن في حاجة مخيفة، وبدل ما بتنده على جوزها مايك بتنده على جاستن وبتقول إنها حاسة بالبرد الشديد. وبعدين بيسمع صوت بكاء طفل، وساعتها جاستن بيوقف التسجيل وبيقول لإيفي إنه مرعوب ومصدوم إن جيسيكا قالت اسمه جوه التسجيل، وإيفي كانت متضايقة وفاكراه بيعمل فيها مقلب وبيهزر معاها وهو بيرفض كلامها وبينكر. في اللحظة دي بيجيلهم اتصال من ست بتقول إنها عايزة تتكلم مع ماري، وده الاسم اللي إيفي عايزة تسمي بنتها بيه. أما إيفي بتسمع في منزلها صوت خبط، والمتصلة بتفضل تكرر الجملة دي وتقول عايزة أتكلم ماري، وبعدين صوتها بيتحول لرعب والاتصال بيتقطع. وبتيجي مكالمة تاني لست بتضحك وبتقول ما كانش المفروض يندهوا عليها، ولما جاستن سألها انت مين قالت له أنا أبيزو، وبتقول إنها مستنية تسمع الملف والتسجيل الصوتي العاشر بعد نص الليل الساعة 3 صباحا، والمفروض ما كانوش يسمعوا التسجيلات دي. بعدين صوتها بيتحول لرعب وبيكون غليظ جدا. في نفس الوقت في منزل إيفي بتحس إن في حد واقف وراها، بتبص مش بتلاقي حد. أما الست اللي لسه بتتكلم مع جاستن بتقول إنها بتحب تاكل اللون الأحمر من صوابعها، وبتقول كلام مخيف جدا، والمكالمة بتخلص. بعدين بتجيلهم مكالمة تانية من ست اسمها أبي وبتطلب مساعدتهم لأنها مش بخير عشان ابنها مش عايز يسكت وعمال يعيط. وبعدين فجأة بتقول لهم إنها هتخليه يبطل عياط، وفجأة بيسمعوا صوت كيس بلاستيك، وإيفي بتحاول تهديها وبتقول لها تقول عنوانها عشان يروحوا يساعدوها، بس المتصلة بتفضل تعيط وبتقول إنها سيئة، وإيفي بتحاول تحسسها بالمسؤولية تجاه ابنها. وبعدين بتحكي لها على أمها وبتقول إنها حاسة بالمسؤولية تجاهها لأنها ما كانتش موجودة لما كانت أمها في أمس الحاجة ليها، وبتقول إنها لما كانت صغيرة كانت بتشوف أمها بتصلي كل ليلة وتدعي لها، بس لما أمها مرضت مرض خطير طلبت من إيفي تدعي لها وتصلي معاها، بس إيفي رفضت. بعدين المتصلة بتفضل تعيط وبعدين بتضحك ضحكة شريرة وبتقول بصوت غليظ فات الأوان، وبيحصل صوت خبط جامد وأغنية الخروف الأسود بتشتغل معكوسة. بعدين إيفي بتلاقي شاشة التلفزيون بتعرض مقاطع الفيديو اللي شفناه في أول الفيلم، بتحاول تقفله ومش بيتقفل،
وبتسمع أصوات مرعبة في كل المنزل، وجاستن بيقولها تمشي من المنزل بسرعة، وإيفي بتعرف إنها كانت بترسم رسمة أبيزو من غير ما تحس، الرسمة اللي شافتها في الدرج اللي جنب سرير أمها. وبعدين بتسمع صوت مية جارية وبتروح تقفل الحنفية، وصوت الهمس بيكون معاها في كل مكان، والأنوار بتبدأ ترمش واللمط بتفرقع والبيت كله بيضلم. بعدين إيفي بتصرخ من الخوف وبتنده على جاستن، وبتسمع صوت صرخة جاية من سماعتها، وبتقول لجاستن إنها شايفة حاجة مرعبة قدامها، وجاستن بيقولها إنه هيجيلها بسرعة عشان يساعدها. بعدين بتشوف كل حيطان منزلها مليانة رسومات لأبيزو، وبتروح لغرفة أمها المنورة، وبعدين اللمبة بتفرقع ومش بتلاقي أمها على السرير، بس بتلاقي تمثال العذراء. بعدين بتشوف أمها واقفة في الحمام، وبعدين بتقرب عليها وهي بتصرخ واللمبة بتفرقع. بعدين بتسمع صوت، والصوت كأن في حد وقع من على السلم، وإيفي كانت عمالة تصرخ وتعيط وتنده على جاستن، وفجأة بتسمع صوت طفل بيعيط وبعديها صوت خبط، وإيفي بتهمس وبتقول في حاجة مخيفة، وبتنده على جاستن وبتقوله إنها حاسة بالبرد الشديد زي ما كانت بتسمع جيسيكا بتقول في التسجيل، وكل اللي سمعته وحصل في التسجيل بيحصل معاها في الحقيقة. وفي الآخر بنسمع صوت غليظ بيقول ادخل يا أبيزو، وبيردد نفس الجملة بشكل متكرر. وكده بنوصل للنهاية، ولو الملخص عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وشير وكومنت حلو زيكم.